السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم تاني في فيديو جديد، وان شاء الله النهارده هقول لكم ازاي نعمل رز بالشعرية. تعالوا معايا. اول حاجة هنجيب معلقة سمنة بلدي ونحطها تتقدح، وبعدين هحط معاها حبة زيت على حسب الكمية، وبعدين اول ما تتقدح اروح حط عليها الشعرية وافضل اقلب فيها لحد ما تتحمر. وطوا عليها النار طبعا علشان ايه تتحمر كويس ويبقى لونها حلو، وتفضلوا تقلبوا فيها ما تسووهاش. بعد ما اتحمرت كده طبعا غسلت الرز وصفيته، وبعدين هبدأ احط ايه الرز على الشعرية، وبعد ما احطه هفضل بقى اشوت فيه واشيل ايه لو فيه مية او حاجة، اشوته شوية كده يعني. وبعد ما نشوته كده لو فيه شوربة فراخ تمام، وطبعا تبقى سخنة. لو مفيش بنحط مية سخنة من الكاتل، نسخن الكاتل ونحطها ونحط معاه مرقة دجاج. لكن انا عندي شوربة فانا هحط شوربة يعني. دلوقتي حطيت الملح وكمان هحط فلفل اسود، وهبدأ دلوقتي بقى احط الشوربة. زي ما قلت لكم الشوربة بتغلي، هقرب بس الحلة منها علشان اعرف ايه احط كده من غير ما اوسخ البوتاجاز. هنحط بعد الرز بعقلة بس كده تمام، وحطوا البهارات اللي انتوا عايزينها. انا حطيت كمون وفلفل وملح، وبعدين هوطي النار عليها، وبعدين هخليه بقى ايه يتشرب. بس كده خلصنا الرز، وبصوا شكله حلو قوي ازاي. لازم تجربوا تعملوه. ما تنسوش طبعا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.